مزيد من الحزن والأسى نعزي مولانا الحجة المنتظر عليه السلام وحوزته الشريفة والمؤمنين والمؤمنات بشهادة حواري أمير المؤمنين وصاحب أسراره الصحابي الجليل ميثم بن يحيى التمام عليه السلام. هنا مجلدين أرشد المؤمنين إلهن مجلدين، المجلد الأول والثاني مراقد المعارف. علما المؤلف سماحة المغفور له الحجة البحاث الشيخ محمد حرز الدين، علق عليه وحققه محمد حسين حرز الدين. هذا الجزء الثاني. شو يقول عن ميثم التمار عليه السلام؟ يقول هو أبو سالم ميثم ابن يحيى مولى بني أسد كوفي. يقول يعني كان يبيع التمر واشتهر بالتمار. الله رزقه بالشهادة قبل قدوم الحسين عليه السلام إلى العراق ب10 أيام. من اللي قتل ابن زياد لعنة الله عليه مصلوبا، مرقد هنا بالكوفة غربي مسجد الكوفة الأعظم قريب منه. يذكر فد كلام حلو، يقول حدثني بعض المقدسين، يعني إنسان مؤمن، أن طائفة من السواد الناس المؤمنين يعتقدون، يعني عندهم اعتقاد، يعني شيء مجربينه، بأن كنز حرمه وقبره يورث قضاء الحوائج. ليش؟ لإيمانه الصادق وثباته على المبدأ والعقيدة والولاء لآل النبي عليهم السلام. وفي علم الرجال موجودة هاي معجم رجال للسيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، يذكر عن الشيخ الكشي في رجاله عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة ينادي منادي أين حواري علي بن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وآله؟ فيقول عمرو بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمار وأويس القرني. ويذكر يقول كان ميثم التمار عالما فاضلا عنده علم المنايا والبلايا. وأخبره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: والله لتخضبن لحيتك من رأسك. فقال ميثم عليه السلام: صدقت والله لتخضبن. فقال لي هو يقول: والله لتخضبن لحيتك من رأسك. فقال لي عليه السلام: صدقت والله لتقطعن يداك ورجلاك ولسانك ولتصلبن. فقلت، يقول ميثم، قلت له: ومن يفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: يأخذنك الأتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد، وكان اسم أمه مرجانة. نعم. ونسألكم الدعاء.